هل حصل معاك قبل كده إنك تكون تعبان جدا وجسمك عايز ينام لكن دماغك يرفض يسكت؟ تفضل نايم على السرير لكن الأفكار شغالة، موقف حصل، كلمة اتقالت، خوف من بكرة، وكل ما تحاول تنام تلاقي عقلك بيفتح موضوع جديد. الحقيقة إن المشكلة مش في النوم، المشكلة إن في العقل لسه مهداش. كتير من الناس بيقعوا في نفس الدايرة كل ليلة، يطفوا النور ويمسكوا الموبايل شوية وبعدها يحاولوا يناموا، لكن أول ما يحطوا راسهم على المخدة العقل يبدأ يراجع اليوم كله. ليه حصل كده؟ ليه قلت كده؟ كان المفروض أعمل إيه؟ والمشكلة إن التفكير قبل النوم بيكون أهدى من ضوضاء اليوم، فالعقل يلاقي فرصة يطلع كل الأفكار اللي اتراكمت عليه. لكن في طريقة بسيطة جدا ممكن تساعدك تهدي عقلك قبل النوم. الطريقة دي اسمها التنفس الهادي مع العد البطيء. أول حاجة خد نفس عميق جدا، مش نفس سريع لكن نفس بطيء يملى صدرك بالهواء، وبعد كده ابتدي عد بالراحة من 1 ل10. مع كل نفس تخيل إن الأفكار التقيلة اللي جوه دماغك بتطلع بره جسمك مع الزفير، وكأنك بتعمل طاقة طرد للطاقة السلبية والأفكار السلبية، وبتستقبل كل ما هو يهدي وضع جسمك. الفكرة هنا مش إنك تمنع التفكير، لأن مع منع التفكير بيزود التفكير، لكن حاول إنك تحول تركيزك للنفس. لما تركز في النفس العقل يبدأ يفهم إن الوقت ده وقت راحة، مش وقت تحليل ولا قلق. جسمك كمان يبدأ يهدى، نبضات القلب تبطأ والجسم يدخل في حالة استرخاء تدريجي. كرر العملية دي كذا مرة وهتلاحظ إن الأفكار بدأت تبعد شوية شوية، ومع الوقت واللي هو من 1 ل10 إن شاء الله هتتحل الفكرة وهتنام وهتخلد من النوم فعلا. أحيانا المشكلة مش إن حياتنا صعبة، لكن إن عقلنا ما بياخدش فرصة يهدى. إحنا طول اليوم بنفكر وبنجري وبنحل مشاكل، لكن قبل النوم عقلنا محتاج رسالة بسيطة إن اليوم انتهى. نفس هادي، لحظة سكون وهدوء بسيط. أحيانا أفضل طريقة لإراحة العقل مش إنك تسيطر على كل أفكاره، لكن إنك تتعلم تسيبها تمشي بهدوء، وبعدين سلمها لله تسلم.